ستوضح ما حدث لشباب بلوزداد بين المدرب ماركوس باكيتا والنجم طبعا قديورة. تعقيبك على هذه اللقطة رفيق، ثم تفضل بالحديث عن شباب بلوزداد. صراحة اللقطة هذه غير مفهومة تماما وغير مقبولة. اللاعب هنا قاعد يتكلم مع المدرب، لكن ردة الفعل المدرب يعني غير مفهومة. المدرب مفروض يكون طب ممكن يعني تقول لنا ممكن قديورة بيقول للمدرب ايه وضايقه بالطريقة دي؟ اكيد يمكن كان متنرفز، يمكن كان حاب يشارك او يساعد فريق، كان يريد اقحامه في المباراه. يمكن وممكن يكون بيحمله المسؤوليه، انت ليه ما دافعتش كويس؟ أيضاً لان أيضاً فريق شباب بلوزداد لو خسر 1 أو 2 أو حتى 3 كان هيبقى على اماله. احمد نفس ما نقول احنا، يعني داخل شباب بلوزداد المباراه وهو اصلا فايز متاهل، يعني 0-0 داخل بنتيجه التعادل هذا كان يمكن يأهلوا للدور المقبل. طيب تحمل المسؤوليه لماركوس باكيتا؟ احمل المسؤوليه للجميع.